سلام سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في احسن الاحوال يا ربي. ارجوي ايمان، شنو هاد البديه؟ كاين شي عرس؟ شنو هاد الحمام؟ المهم هاد الفيديو غادي ينال اعجاب العريسه ديالنا او مقبلات على الزواج وحتى النفيسات، او علاش لا حنايا نيت. ماشي بالضروري حتى تكون شي حاجه انسان خاص مره يتهلا في راسو ويتفكر راسو هو الاول، عاد يشوف شي حويجات اخرين. المهم هنايا كنت حطيت لكم ستوريات في انستغرام وجاوني بزاف تساؤلات، شنو هادشي، كاين هاد الحمام، الاثمنه. وان شاء الله غادي نجاوبكم على التساؤلات ديالكم. هنايا الحمام كان عمل نشاط داير فيه الطقوس والتقاليد المغربيه ديال الحمام العروسه. وهنايا ضروري من استقبال كيس اتاي وحليوات تقليديه المعروفين في مدينه اسفي. هنايا مع الاسف ما حضرتش في النشاط، يعني من البدايه ديالو حتى الاخر. بقيت مشاو عليا بزاف الحويجات، ولكن ماشي مشكل، ما غاديش نخليكم بلاش. كيف ما عودتكم دائما، اي حاجه زوينه، شي حاجه جديده في مدينه اسفي كنبغي نشاركها معكم. وهنايا اول حاجه غادي نشارك معكم هاد الجوله الرائعه، اسمحوا لي، الرائعة في الحمام. هذا حمام عمومي كيف ما شفتوا معايا، ما شاء الله، على داك الزخرفة والأصالة. المهم داكشي الزليج المغربي، النقش، الالوان، غير شوفوا في هذا الحمام كتحسي بالراحه من غير انك تغسلي. كيف ما شفتوا معايا بالنسبه لهذا حمام عمومي، يعني كل واحد عنده بلايصه ديالو. كيف ما شفتوا معايا الكريسي، سطيله، المهم من المسائل ديال الحمام. كانوا بزاف الاخوات سولوني في الحمام السابق على كنعكزوا اننا نديو السطوله ديالنا. بالنسبه للحمام ما كديش معاك سطل، كتجيب غير المسائل ديالك حويجاتك وكتلقاي الحمام موجود. وهنا يركزوا معايا على هاد اللوحه الرائعه، الزهور والورود والشموع. ولكن ما كرهتكمش تشموا هاد الريحه اللي كنت كنشمو انا كنصور ما بين البخور، العطور، المهم دوك الزيوت العطريه، البخور، عفوا الخزامه، الورد، ما شاء الله. واحد المهم انا غير هاد اللحظه اللي كنت كنصور حسيت براسي بحال ما فين كنت، يعني حسيت بنفسيتي تبدلات ما شاء الله. ما كاين محسن من التقاليد المغربيه، ما كاين محسن من من الحويجات اولا الزخرفه المغربيه. في حقيقه بدينا بزاف الاخوات بداو كيبعدوا، يعني كيمشوا لديك الحويجات التركيه وهذا، ولكن لا، ما كاين محسن من داكشي البلدي ديالنا المغربي. المهم انا غادي نرجع معكم للحمام. كاينه هاد البلاصه هكا ديال كساله، وكيف ما قلت لكم بالنسبه للحمام نعمل نشاط على تقاليد وطقوس حمامه العروسه. وكذلك تديروا حتى حمام نفيسه وحمام السابع بالنسبه للمراه الحامله. ملي كتوصل 7 شهور كتبغي تهلا في راسها، حتى هي تيديروها. غير هنايا كتعلموهم قبل باش يوجدوا لكم البلاصه ديالكم، يوجدوا لكم الحويجات اللي غادي تحتاجوا لحمام العروسه. كيف ما كان معروف في التقاليد ديالنا، يعني في المغرب كامل كانت خات العروسه كتمشي عند الحمام او لا عند اللي مكلف بالحمام، كتقول لي تخلي لي الحمام هذا النهار. العروسه كتمشي هي وصحاباتها خواتاتها وبنات الجيران، وكيديروا واحد الطقوس، يدوز واحد التحمحيمه، يا سلام. مي دابا الحمد لله كل شيء وجد، يعني ولاو حمامات خاصين بهاد المناسبات. وهنا مع الاسف كيف ما قلت لكم ما حضرتش في النشاط، هنا كانوا شاركوا طريقه ديال التحميمه ديال العروسه وكيفاش كيستقبلوها وشنو هما الحويجات اللي تيديروا. وكذلك عطاو امثله ديال تقاليد ديال العروسه الفاسيه بالنسبه لهاد اللبسه او لهاد السيده مثلت العروسه الفاسيه بتقاليد ديالها، ما حضرتش مع الاسف. وكذلك جابوا العروسه التركيه، نتعرفوا نيت على افكار تاع دول اخرى. حتى هي جابوا كيفاش العروسه التركيه كيستقبلوها في الحمام. تقريبا الاتراك عندنا شي تقاليد عندنا بحالنا تقريبا، ماشي كلشي. المهم بالنسبه لهاد اللبسه الحمراء ديال تقاليد تركيا. وهنا كيف ما قلت لكم حضرت غير في اللبسه المسفويه، بعدا جاب الله حضرت في اللبسه ديال مدينتي. ان شاء الله غادي نخليكم مع الاجواء ديال تقاليد
عفوا غير هنا غادي نشارك معكم تقاليد مين سالت العروسه من الحمام، يعني ماشي قبل. انا ما حضرتش في الطقوس ديال الحمام، انا هنا منين تتسالي العروسه من الحمام شنو التقاليد اللي كيديروا ليها. Thank you.
كيف ما شفتوا معايا من بعد ما كتخرج العروسه من الحمام كيلبسوها كنلبسها الخضراء وكينقشوا ليها وكيديروا لها السواك والحنه، عفوا والكحل، المهم داكشي تقليدي. هنايا اسمحوا لي ما ذكرتش معكم فين جا الحمام، كنت بغيت نشاركو معكم في بدايه الفيديو. بالنسبه للحمام جا في لاله هنيه الحمريه، حمام سلطان اللي معروف في ديور بجبار، فيه هكا لا بيسين لا سال، راه معروف ولي كاين في لاله هنيه الحمريه، راه كاع بنات اسفي كيعرفوا. كذلك هنا كيف ما شفتوا معايا التحت ديالو كاين صالون فيه اي حاجه متعلقه هكا بالتجميل. تدخلي الحمام تخرجي وحده اخرى نفسيا وشكلا نفسيا هي هذيك. المهم قبلوا لي على سميتو على المونتاج. هنايا بالنسبه للثمن، حمام عادي 49 درهم. الا بغيتي حمام هكا فيه الكوماج سبا، فيه صابون بالاعشاب، الثمن ديالو 99 درهم. بالنسبه لحمامة الكرا ديري ليه ابتداء مثلا من شخص واحد 50 درهم، الا زادوا عليه افراد اخرين تيولي تزيدوا 20 درهم للفرد. مثلا انا غادي نخلص 50 درهم واللي تزاد عليا 20 درهم. مثلا انا غادي انا وصحاباتي جوج، انا 50 درهم و20 درهم الوحده، وديك الساعه نتوما تجمعوا الفلوس وتقسموها على بعضياتكم نتوما بثلاثه، يعني اللي بغى الحمام للكرا. ان شاء الله غادي نخلي لكم الانستغرام ديالهم ورقم الهاتف اللي خاصو هكا بغى يعرف اكثر وبغى يسول شي اسئله اخرين يتواصل معهم في الانستغرام وراه غادي يجاوبوه. هنا بين قوسين الاخوات هكا اللي بغيتو جليسه، بغيتو نقاشه، بحال هكا تكون شي مناسبه في الدار، غادي نشارك معكم واحد السيده هي اللي عندها هاد الجليسه. غادي نخلي لكم الرقم ديالها، سميتها لمياء، معروفه النقاشه لمياء في اسفي، ولات كدير هكا جليسات كدير البيسه. المهم نخلي لكم الرقم ديالها حتى تواصلوا معها. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. اكيد الى عجبكم ما تنسونيش من الاعجاب وبارطاج مع الاصدقاء، وحتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ومع السلامه.